السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ بجد وحشتوني كتير. النهاردة بقى كنا برا ورحنا عدينا على الشيخ محمد بتاع الكبدة الجملي اللي في كرداسة. الشيخ محمد مشهور بطعم الكبدة عنده وبجمالها وبريحتها الجميلة. طبعا هو كده بيديها التشويحة، في ناس بتحبها بالثوم، في ناس بتحبها بالبصل. احنا حبيناها سادة من غير اي حاجة خالص، بالتوابل بس يا حبايب قلبي، لا حطينا ثوم ولا حطينا بصل. آه مش قادرة اقول لكم على يعني حلاوة الشيخ محمد في اسلوبه وفي طريقته. طبعا انا استأذنته وقلت له انا ممكن اصور وانزل على القناة بتاعتي. ما منعش طبعا خالص. وصورنا الطريقة بقى وهي بتتعمل. اللي حابب يعملها في البيت يا حبايب قلبي يعملها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، واللي حابب يروح كرداسة ويشوق يعني وياكل هناك عنده أكلة سخنة كده ومغذية كده وبتدفي في الشتاء. طبعا والجو كان ساقع، مش قادرة اقول لكم. حاجة روعة. كده هو بيعملها. طبعا حاجة لوز، حاجة روعة. انا مش قادرة اقول لكم على الجمال بقى بتاع الكبدة وطعمها وريحتها. ومن غير اي حاجة خالص، جميلة. الناس اللي حابة تعملها في البيت دي الوصفة ودي الطريقة سهلة وبسيطة وما خدتش وقت. وطبعا هو مشهور في كرداسة بالاكل الكبدة الجملي والسجق الجملي مع بعض. جميلة ومش قادرة اقول لكم في السقعة دي شايفين المنظر عامل ازاي. حاجة تحفة يا حبايب قلبي. والشيخ محمد شيخ بصراحة، راجل ذوق ومحترم ونفسه في الأكل مش قادرة أقول لكم، وريحته روعة. واكيد في ناس كتير عارفاه، وفي ناس اكله كتير طبعا يدوب في البق، يدوب يا حبايب قلبي. والكبد مش قادره اقول لكم على جمالها وعلى حلاوتها. حاجه تحفه. حاجه كده لوز اللوز يا حبايب قلبي. واكيد هو معروف، اي حد يروح يسال على الكبده الجملي من عند الشيخ محمد هو بنفسه اللي بيقف يعمل الحاجه دي. وتاكليها كده تكون سخنه بقى وجميله، مش قادره اقول لكم على الجمال وعلى الطعم وعلى الريحة. وربنا يبارك له يا رب، ربنا يبارك له يعني. وناس عنده يعني مش قادرة اقول لكم. حاجة جميلة. روحوا وجربوا كده وقولوا لي بقى في الكومنتات بتاعتكم. واللي حابب يعمل في البيت يا حبايب قلبي الطريقة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وهتطلع زي ما هو بيعملها. الطعم هيطلع زي ما هم بيعملها في الكبدة الجملي والسجق الجملي، ولا التوابل بتاعت السجق الجملي عنده. حاجة جميلة 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 والله. لو فضلت أقول مش هتصدقوا لما تدوقوا الطعم. يا إما تعملوها انتوا بالطريقة دي في قلب البيت. تحفة تحفة تحفة، مش قادرة اقول لكم. وما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة. وانتوا كبرتوا لي القناة. انا حابة اشكر كل من جميع انحاء العالم، كل اللي مشتركين في القناة عندي، وكل اللي بيبعتوا لي، وكل اللي بيكلموني. حابة ان انا اشكركم. والناس بتاعت السعودية حابة ان انا اشكرها. آه ام خالد وكل حبايبي اللي معايا طبعا. و... والقناة كبرت بيكم ومعاكم يا حبايب قلبي. انا بقالي كتير ما عملتش فيديو واتكلمت معاكم فيه، بس قلت بقى ايه لازما عند الشيخ محمد كده هعمل الفيديو ده. وهكلمكم ونقعد شوية كده، يعني اكلمكم عنه وعن نظافته والحاجة بتاعته بتبرق يا حبايب قلبي، والحاجة سخنة كده. انا مش قادرة اقاوم يا الريحة. الريحة جامدة جامدة والله العظيم. وربنا يبارك له. وشوية سجق بقى يا حبايب قلبي ملهمش حل، بالتوابل بقى بتاعته بالطريقة اللي هو بيعملها بيها. ربنا يبارك له في صحته وفي عافيته وفي اسلوبه. طبعا اسلوبه ذوق وراجل محترم جدا يا حبايب قلبي. وشايفين المنظر بقى، وشايفين البخور عامل ازاي مع الجو الساقع ده. بس جميلة. روحوا كده وجربوا وهتدعوا لي يا حبايب قلبي. واللي مش قادر يروح او مش عارف يوصل له يجرب الطريقة دي في البيت، وتتاكل كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين المنظر؟ لوز، حاجة كده لوز اللوز يا حبايب قلبي. حاجة جميلة وحاجة بلدي، حاجة معمولة قدام عينينا. الحاجة دي كلها بتتعمل قدام عينيكم وانتوا شايفينها. يعني حاجة بلدي ومضمونة.
الشيخ محمد يعني راجل الله يبارك له، الحاجة بتاعته مضمونة يا حبايب قلبي ومعروف. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الطريقة دي هتعجبكم، جربوها وهتعجبكم يا حبايب قلبي والله. طبعا انا طلعت اتكلم معاكم شوية، بقالي كتير ما عملتش فيديوهات واتكلمت فيها. بصوا هنا بقى بيحط ايه، الفلفل الاخضر، الله بتبقى تحفة. الفلفل متقطع طبعا. شوفوا بقى، ونفضل نقلب كده حبة حبة، هو بقى بيقلبها بطريقته. طبعا احنا في البيت برضك لو هنعملها، وان شاء الله جربوا الطريقة دي وهتعجبكم يا حبايب قلبي. حاجة سخنة كده وحاجة جميلة جميلة، وربنا يبارك له في رزقه ويبارك للناس يا رب في رزقها وفي العيشة الصعبة اللي احنا عايشينها دي يا حبايب قلبي. كل يوم الحاجة بتترفع بزيادة، فالله يكون بعوننا وبعون الناس جميعا يا رب، ويصلح حال البلد يا رب، ويصلح حالنا جميعا. وطبعا بيكم ومعاكم ربنا. القناة بتاعتي كبرت وابتدت تتشاف طبعا، وحابة أشكر كل الناس اللي بتشترك لي من جميع الأماكن وجميع البلاد يا حبايب قلبي. وربنا يديم المحبة كده ما بيننا وما بين بعضينا. وانتوا طبعا أهلي والله وصحابي يا حبايب قلبي بقى. وما تنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة، وشكرا ليكم ولدعمكم للقناة بتاعتي. حابة ان انا اشكركم بجد والله، ولدعمكم للقناة. وبيكم القناة كبرت ومعاكم. وان شاء الله انتظروا مني كده كل جديد، واي طريقة ان شاء الله هشوفها في مطعم، في اي حاجة لازم أنا هنزلها لكم. شوفوا كده بعد بقى ما اخلص الطريقة دي، التحمير. بصوا عملها ازاي، طبعا عشان الصوص دوت ما يطلعوهوش. وان شاء الله جربوا الطريقة دي وروحوا عند الشيخ محمد اللي في كرداسة بتاع الكبدة الجملي، ان شاء الله هتعجبكم. دي كده بيقطع الطماطم، مقطعها مكعبات طبعا صغننة، وهيديها بردك تشويحة. طبعا الطبق كامل من كله، الطبق بتاع الكبدة بالسجق كامل يا حبايب قلبي من كله، وحبة الزيت بقى وايه. وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم يا حبايب قلبي الطريقة دي. طبعا هنا بيرشلنا التوابل، حبة ملح على حبة فلفل اسود، وهيديها تشويحة كده بردك. وروحوا له كده وشوفوا، واسعاره حلوة. وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي بقى في الكومنتات يا حبايب قلبي على الشيخ محمد. هنا طبعا شوفوا الطماطم عملت ازاي، والبخار بقى مع الريحة حاجة لوز. طبعا هو بيعملها كده، كل ما بيعملها كده كل ما هي ما بتدوب، الطماطم بتدوب. وان شاء الله هتعجبكم الطريقة دي. والفيديو معلش لو طول شوية، انا حبيت اوريكم الخطوات بتاعته واحدة واحدة، بالنسبة للناس اللي حابة تعملها في البيت بطريقة المطاعم، بطريقة المحلات. تعملها بالطريقة دي يا حبايب قلبي، وجربوها. والناس اللي حابة تحط توم، حابة تحط بصل، حابة تحط توابل تاني من عندها، تجربها بردك. طبعا هو كده اتهرست الطماطم خالص وطريت وبقت تدوب كده دوب، ويضاف الكبدة والسجق طبعا معاها. الله على الجمال والله على الريحة، وما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك له في صحته يا رب وفي عافيته الشيخ محمد. شايفين الطريقة عاملة ازاي؟ معلش لو الفيديو طويل يا حبايب قلبي، انا عشان اوريكم الخطوات بتاعته بالظبط، وتمشوا على الطريقة دي وهتعملوها وهتعجبكم وهتعجب الولاد. وحاجة كده لوز اللوز يا حبايب قلبي، ولا البخار بقى بالريحة بالجمال. طبعا الفيديو خد وقت شوية، بس انا والله غصب عني عشان اوريكم الطريقة بالظبط. خدي يا حبيبتي.